إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن المثيل والشبيه والكفء والند والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد والبلاد أجمعين، فهدى الله به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ودل به على الهدى، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وضال. فصلوات ربي وسلامه عليه نبينا العظيم ورسولنا الكريم محمد ابن عبد الله، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. معاشر من يوحد الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله العظيم وطاعته، فإن التقوى هي الأقوى وهي حبل الله المتين، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يا عباد الله، فموضوع خطبتنا لهذا اليوم فضل القرآن الكريم، سورة قاف. يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ثم قال في موضع آخر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. مش كل الناس يتأثرون بالقرآن الكريم، مش كل الناس يا أخوان الكرام يتأثرون بكلام الله وبكلام رسول الله، بس المؤمنين الذين يخشون الله سبحانه وتعالى، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول عليه الصلاة والسلام في فضل القرآن الكريم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني الذي يقرأ القرآن الكريم وهو ماهر في قراءته، قال مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن يعني ما له أجر يا أخواني، الذي يتعتع فيه، في الحديث يتتعتع فيه، يتتعتع يعني يا أخواني يتردد الكلام في فمه، يعني لا يتقن القراءة عليه شاقة. قال له أجران: أجر المشقة وأجر القراءة. قال وهو عليه شاق له أجران: أجر القراءة وأجر المشقة يا عباد الله. ثم ميز الله عز وجل أهل القرآن فقال: إن لله أهلين يعني خاصة، قريبين من ربنا جل جلاله، يحبهم الله ويحبهم رسول الله. إن لله أهلين. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته يا عباد الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد في هذا الحديث ليس الحسد المعروف يا أخوان الكرام، هو تمني زوال النعمة عن الغير، وإنما الحسد في هذا الحديث هنا هو الغبطة، يعني تمني أنه يصبح عندك مثل نعمة فلان، لكن مع عدم زوال تلك النعمة عن ذلك الأخ المسلم. يا رب يصير عندي كذا وكذا مثلا من الأموال مثل فلان، لكن مش أنه تصير أموال فلان عندي، تصير أموال فلان عندك، هذا تمني زوال النعمة، وهذا هو الحسد المبغوض
الذي يبغضه الله ويبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الحسد المحمود اللي هو الغبطة، يا رب يصير عندي مثل فلان، مع ايش يا اخواني؟ مع الدعاء بأن يتم الله عز وجل نعمته على فلان. قال لا حسد إلا في اثنتين، بيش يا اخواني؟ في المال، بالزوجة، بالسيارة، بالبيت. قال لا حسد إلا في اثنتين: الأول رجل آتاه الله القرآن، الله جل جلاله استخدمه في كتابه، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. هذا الرجل مع كتاب الله جل جلاله، الصبح بيقرأ قرآن، المساء بيقرأ قرآن، في الليل بيقرأ قرآن، إذا بده يطلع على السوق، بده يركب في السيارة، تراه إيش يا إخواني؟ يردد القرآن الكريم. هذا يا إخواني اللي بينحسد، هذا الذي يجب علينا أن نتمنى أن نصبح مثله، إنه لسانك دائما شغال بذكر الله جل جلاله. لذلك يا إخوان جاء رجل الشيء بالشيء يذكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على شيء أتشبث به، يعني أتمسك به. فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن هذا هو الحسد يا أخواني، هنا الغبطة لازم تكون. لذلك أول واحد رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ويعمل به. قال: ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هذا هو يا إخواني الرجل الذي إيش يجب أنه نتمنى أن نكون مثله، مش صاحب المنصب، مش صاحب المال، لأنه المال زائل والمنصب زائل. لكن يا إخواني قراءتك لكتاب الله جل جلاله والصدقة وأعمال الخير من ذكر وغير ذلك هي التي تنفعك عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يا إخواني ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إيش قال؟ إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. قال: وذكرهم الله في من عنده. عند مين يا أخواني؟ مين اللي عند ربنا جل جلاله؟ الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله جل جلاله يباهي بنا الملائكة يا أخواني الآن، يباهي بنا الملائكة. ليش؟ لأن جئنا لنعظم شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، جئنا التزاما بأوامر الله، جئنا من أجل الله عز وجل. الآن يا أخواني لو نطلع على الشارع، كم في ناس يا إخواني ما الله عز وجل كتب لهم صلاة الجمعة، مقصرين في حق أنفسهم وفي حق ربنا سبحانه وتعالى. لكن يا إخواني عندما جئنا إلى هذه الصلاة، ترى يا إخواني مش شطارة فينا، هو بتوفيق الله، بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فالموفق من يوفقه الله جل جلاله لاستغلال هذا العمر بما ينفعه بالطاعات عند الله سبحانه وتعالى. أما سورة قاف ففيها ما فيها من الآيات العظيمات، فيها ما فيها من الآيات العظيمات أيها الإخوة المؤمنون. قال العلماء: إن في سورة قاف ما يشفي ويكفي ويغني عن كلام أهل الكلام ومعقول أهل العقل، وذلك أن الله ذكر القيامتين في السورة. القيامتين، القيامة الأولى هو موت الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه إيش تحيد. هذا الذي كنت إيش مكذب فيه، هذا الذي كان إنه عندك أمل طويل في هذه الدنيا. قديش يا أخواني شباب بروح بعمر الورود؟ كثير. لكن يا أخواني تعال الحجي اللي عمره 70 و80 سنة ترى متكربط بالدنيا أكثر من الشاب الصغير، ما بدوش يموت، ما بده يموت يا إخواني. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه السورة سورة عظيمة. الله جل جلاله ذكر القيامتين، القيامة الأولى قيامة الإنسان نفسه اللي هو الموت، والقيامة الثانية يا إخوان الكرام اللي هي عندما ينفخ في الصور، قيامة رب العالمين في آخر العمر. نعم، قال: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. فالنفخة هي إذن من الله سبحانه وتعالى بقيام القيامة من أجل الحساب، تنصب الموازين، يؤتى بالصراط. كل هذا يا إخواني مذكور في سورة قاف، وذكر فيها أقسام الخلق: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وقبلها بين الله سبحانه وتعالى في سورة قاف حال أهل الضلال وأهل الشقاء: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ما بهمها جهنم،
قد ما تحط فيها من المنافقين، من المشركين، من الذين يعصون الله جل جلاله، هل من مزيد؟ لا تمتلئ جهنم، لا تمتلئ يا عباد الله. قال وتقول هل من مزيد. وقال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فكل واحد يا إخواني يقدم ما يحب أن يرى يوم القيامة. فالذي يحب أن يرى خيرا فليقدم خيرا، والذي لن يرى خيرا أو الذي لا يرى خيرا فلن يقدم خيرا في هذه الدنيا. كما ذكرت في الدرس، يصلي بالصف الأول ولكنه يؤذي جاره، يصلي بالصف الأول ولكنه يأكل الربا، يصلي بالصف الأول ولكنه قاطع للرحم، يصلي بالصف الأول ولكن الناس لا تسلم من شره من غيبة ولا من نميمة. ما فائدة هذه الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا بد لهذه الصلاة أن تنهاك عن الفحشاء والمنكر. وإن لم تنهاك هذه الصلاة لا عن الفحشاء ولا عن المنكر فلا بد أن تعيد الحسابات مع الله سبحانه وتعالى، لأنه ليست هذه الصلاة المقبولة يا أخوان الكرام. لأن الله جل جلاله ماذا يقول في سورة قاف؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم قال وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وذكر المعاد الله جل جلاله واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. أرجع وأقول يا أخوان الكرام، الموفق من يوفقه الله جل جلاله أن يودع هذه الأيام وأن يودع هذا العمر من الطاعات ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغير الموفق هو الذي يا أخواني لا يستغل عمره إلا بالشهوات، إلا بالدنيا، فتراه يا أخواني يسرف على نفسه بالمعاصي وبالذنوب، ثم إذا دنا الأجل أصبح يوصي من حوله أن تصدقوا عني وافعلوا عني واعملوا كذا واستسمحوا من فلان. لما لم تفعل أنت؟ لما لم تبادر؟ بادروا بالأعمال. يقول عليه الصلاة والسلام لن يكون هناك أحد في هذه الدنيا أحرص من نفسك على نفسك. أتتوقع من ابنك أو من زوجتك أو من عمك أو من خالك أن يكون أرحم منك على نفسك؟ لن يكون هناك مخلوق على وجه الدنيا أرحم منك على نفسك. فيجب علينا أيها الإخوة المؤمنون أن نستغل هذه الدنيا بما يرضي الله عز وجل. أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه. إني داع فأمنوا لعل الله يجعلها ساعة يستجاب فيها الدعاء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي رايتي الحق والدين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا من أراد ببلدنا هذا وبلاد المسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بها شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم واجعل تدبيره في تدميره، اللهم واجعل كيده في نحره، اللهم واجعل دائرة السوء تدور عليه إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا كن مع إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ناصرا ونصيرا عائنا ومعينا. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم سدد رميهم وسدد رأيهم، وأنزل السكينة والطمأنينة على قلوبهم إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا إن البلاء قد طال، اللهم إن البلاء قد طال وإنهم ظلموا وأنت على نصرهم لقدير. اللهم انصرهم على أعدائهم وأعدائك وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا عليك باليهود الغاصبين فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم وشتت رأيهم واقذف الخوف والرعب في قلوبهم إنك على كل شيء قدير. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لغيرهم عبرة وآية يا رب العالمين. يا ربنا وفق ملك البلاد الملك عبد الله الثاني ابن حسين لما تحب
تحبه وترضاه، ووفق ولي عهده الأمين إنك على كل شيء قدير. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وهي له البطانة الصالحة، إن ذكر أعانوه وإن نسي ذكروه، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء في حرزك وأمانك وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.